عليكم. Allez, ça va? Nice, nice. Hey, how's it going? Yeah. Hey, what's up? What is this stuff? سائح ويوتيوبر من الولايات المتحدة الأمريكية زار الجزائر وتجول فيها لوحده بدون أي مساعدة. يعني لما نتكلم عن المساعدة نتكلم عن المساعدة من طرف الأشخاص اللي زوروا معه إلى آخره. هو جا لوحده وشوفوا معايا منذ نزوله في المطار قال لهم أنا الآن في الجزائر. قال لك يعني أكبر بلد في إفريقيا. قال لك سافرت يعني إلى مصر ثم من مصر 4 ساعات إلى الجزائر. قال لك سيكون بطبيعة الحال يعني مسرع. قال لك هناك عدد كبير من الشرطة في الولايات المتحدة في الجزائر. قال لك غيرت قليلا من الأموال. قال لك هنا يعني يجب عليك أنك تغير الأموال خارج المطار لأنه في عادة يعني يقوم بتغيير الأموال في الاي تي ام يعني في ديستريبيوتور. اوكي. قال لك يعني شريت شريحة الهاتف. قال لك والاير بي ام بي مكان يعني إقامته ما عندوش الواي فاي لذلك عنده 150 جيجا من الانترنت لهذا المدة التي سيقضيها هنا في الجزائر. قال لك غيرت الأموال وشريت الانترنت والآن سأخذ الباص وسأخذ المترو وأذهب إلى العاصمة. قال لك يعني أريد أن أخذ القطار. أنا أريد أن أخذ المترو. قال لك لما أصل إلى الاير بي ام بي الخاص بي سأوريكم الاير بي ام بي. قال لك ممكن نروح نتعشى. الآن أخرج. قال لك الآن أنا في محطة القطار. هي محطة المترو احنا نسموها. اوكي. قال لك هذا هو الطريق الصحيح على حسب ما أعتقد. اوكي. محطة المترو. قال لك نروح نقعد في أحد الكراسي اللي فيهم بلاصة واحدة. اوكي. مرحبا بالأخ الأمريكي. سياح كثر راهم يهتموا بالجزائر ويجوا الجزائر مؤخرا. يعني لاحظتها باللي في اليوتيوب عدد كبير من السياح يأتون ويزورون الجزائر يعني. وهذا أمر إيجابي. يجب على الشعب أنه يتأضبط مع العقلية السياح. يعني يجب احترام السياح، يجب توجيه السياح، يجب عدم استغلال السياح، يجب إعطاء دائما مثال جيد للجزائر. قال لك هنا 20 دقيقة من المطار إلى هذا المحطة. قال لك يعني لم أرى أمور جيدة يعني لم أرى أمور مثيرة للاهتمام في الطريق. قال لك يعني ما صورتش حتى وصلت الاير بي ام بي لأنه كنت حامل حقيبة إلى آخره. قال لك هنا هذه الغرفة. اوكي. قال لك هذا هو الاير بي ام بي. هذا هو الباثروم. قال لك ما نعطيكمش السعر لأنه قال لك العديد من الأشخاص يقولوا لي نو يعرفوا باللي أنت بطبيعة الحال سائح ما يغلوا عليك إلى آخره. قال لهم أنا أكره أسمع هذا الكلام. قال لهم أنا أعرف ماذا أريد. أوكي. هذه يعني محل صغير وين يبات فيه في الأيام اللي يقضيها في الجزائر. أوكي. أوكي. قال لك يعني صح هي غالية الأسعار تاعهم. هذا تواليت حاشاكم وعزكم الله. يعني هو يوري كل شيء. يعني لست أنا من صاحب الفيديو لأنه إحنا عادة ما نوروش هذه الأمور. هذه غرفة النوم يعني عادية شومبرا عادية فيهاش أمور يعني سبيسيفيك. وهذا الاير بي ام بي الناس اللي ما يعرفوش الاير بي ام بي يعني تكري. قال لك يعني عرفت بأنه الأموال عفوا المياه تنقطع هنا في المحل هذه لذلك لازم ندير حسابي. أوكي. المهم يعني الاير بي ام بي هي يعني تكري في عوض ما تكري اوتيل تكري اير بي ام بي اللي هي ناس عاديين عندهم بيوت با فورسيمون ناس عاديين يكروا بيوتهم ولا يكروا غرفة من بيتهم ولا كل واحد كيفاش. يعني الاير بي ام بي هنا قال له خرجنا للشارع. قال لك نتحرك نحو المدينة العاصمة يا أخو. بهجة بيضاء مدحول ورسمك عنده قيمة. هنا راه يقول لكم لاني نتحرك عادي نحو الأمام سر. قال لك نبقى نمشي ونصور حتى يتكلم معي أحد الأشخاص لأنه ولا واحد تكلم عليها الكاميرا. قال لك هذا أمر جيد يعني ما هضروا ليش على الكاميرا.
قال لك شوف هذه المناظر. هنا يعني راه يدور ويصور انكات. قال لك يعني البنايات الفرنسية كان هناك يعني يهدر على التاريخ هنا، على الرومانيين العثمانيين إلى آخره. قال لك عندك المنظر من هنا. اوكي برو، هذو اللي سكيت بوردرز. هذه صراحة يعني رياضة معروفة في أمريكا بشكل كبير، هذه يعني سكيت بوردينج. كان أشخاص يحبوها. اوكي هنا راه يتكلم معهم. قال لهم ما هذه الأمور في الحيط؟ قال له هذو المعالم. هم ماشي معالم، هم إنما هم الشهداء ورموز الثورة الوطنية الجزائرية الشعبية. قال لهم شكرا. هنا جاي إلى سابوري ريستورانت. طبيعة الحال هنا راه يصور في المنيو. قال لك اليوم الجمعة في الإسلام، قال لك يعني هي كعطلة، وهنا كل واحد قال لك يأكل طعام، يعني عنده معلومات. عندك انواع تاع الكسكس كيما تشوف، كسكس بولي، سالاد دو بولي، كسكس فيجيتاريان، كسكس بوليت، كسكس بولي، كسكس على فيوند، كسكس او 3 فيوند، كسكس صفة، كسكس او بولي واحد اخر، رشته باردون. رشته توحشناها رشته. قال لك ساخذ ستاندار، يعني اخذ كسكس ستاندار. حمود بيضاء. سليم قال له هذه ذا بيست ان الجيريا. قال له هذا احسن بواسون في الجزائر. سليم. يعني دار جو دبو. اوكي قال لك دوك نذوق سليم. سالو تشيز، نقولوا بصحتك خو. قال لك بنينه فيها بنة الاناناس، فيها الاناناس. بصحتك خي. قال لك شوفوا الفايب، يعني فايب شباب، ديكوراسيون شابه. هذا ريستورون صراحه شباب، انا نعطيله احسن نقطه في من ناحيه ديكوراسيون نقا. صراحه ما نعرفوش الريستورون هذا، مي عجبتني الديكوراسيون. شوفوا نقيه بروبر، حاجه تشرف شابه، صافي بليزير. قال لك انا جبنا الاكله الشعبيه، هذا هو الكسكس. قال لك تقدر تدي امور اخرى. دار فيها البصل ودار فيها، قال لك انا خيرت هذا. قال لك تقدر دير فيها واش تحب، الدجاج الحب كيما تحب تاكل. قال لك انا جبته بالبصل، هذاك بصل كاراميليزي يعني في الوسط مع الزروديه. قال لك يعني ما عنديش بزاف ملي هبطت من الطائره. قال لك هذه صوص، يس يو هاف تو. قال لك هذه لا صوص ديرها انا فوق طعام. اوكي بصحتك خو. بون خاوتي، ولا واحد ينتقد طريقة أكله، لأنه الكسكس هذا يعني ماشي قاع الناس يأكلوه. هو يعني أمريكي، ما عندهمش كسكس في أمريكا، دونك بسم الله بصحتك سخوني شاهي. ولكن كان لازم عليه، ما على باليش اللي ياكل اللحم ولا لا. لو كان كلها بالبولي ولا باللحم يعني يكون أحسن الكسكس. اونيونز، انا ما عرفتش الاونيونز، يعني احنا ما نديروش، احنا الكسكس اللي ناكلوه ما نديروش فيه هذا كراميليزي، هذا لي زونيون كراميليزي، ما نديروش هذا البصل هذا. انا ما نبغيش. انا في الطعام خاوتي نبغي الزروديه، نبغي البطاطا، ونبغي اللفت، شويه كورجات، السلام عليكم، ودير معه بولي ولا لحم والحميصه. راني نهضر هكا باسكو خاوتي راهي 12:30 مازال ما فطرتش، دونك راني نتشاهى معاكم وشاهدكم في الجنه ان شاء الله. بصحتك خويا، شهيتنا معاك. صافي بليزير يعني تشوف امريكي يجي لبلادك ويذوق طعام تاع بلادك ويحط روحه في ريستورون في بلادك ويدور وحده. هنا رايحين يعطوا له بقاله. قال له اختار رقم وحنا نعطوا لك يعني بروفيرب نمبر 7، يعني عنده رقم 7 هي رقم البقاله. قال له يعني جاني هذا البقاله راح توصل مع الشاي. قال له عجبك الكسكس؟ قال له نعم عجبني. كمل تبصيح، سي ان بون سين. بقلاوه هذه، يس بقلاوه حلوه بزاف قال لك. وهنا عندك الاتاي
قال لك هنا في الجزائر قال لك يعني يحبوا لاتاي حلو. انا شخصيا ندير 3 مغارف سكر ولا 4 مغارف سكر في لاتاي. قال لك يعني حلويات حلوه مع اتاي حلو. بصحتك لاتاي خا. بقلاوة أخو. بقلاوة العالمية. أسمع أنا نحب البقلاوة كاين يحب بقلاوة تاع الأتراك وكأنا نحب بقلاوة تاع الجزائر. كل واحد كيفاش. نحب بقلاوة تاع الجزائر خوتي. يد وحدة ما تصفق. يد وحدة ما تصفق يعني قال لك كي شغل يد وحدة ما تصفق. كيفاش نترجمها لهم بالانجلي؟ وان هاند دازنت كلاب ولا كيف؟ المهم يد وحده ما تصفق. بون هذو خوتي هذو عادات وكامل ما لازمش تامنوهم. هاكشي ما تامنوهمش هذه الامور. ها One hand cannot clap? Yes. Like clap? Yes, one hand cannot clap. So that's One hand. meaning that the human needs help in her life. لا One hand cannot. صرح له هذا السيرفر قال له وان هاند كانوت كلاب يعني ما تقدرش تصفق. قال له يعني في الدنيا تحتاج مساعده وتحتاج ناس يعاونوا. Teamwork makes the dream work. هنا قال له يعني عمل الفريق يحقق لك احلامك. Let's see if you guys can see this total price. قال لك المبلغ الاجمالي ما عرفتش لكم تشوفوه بالكسكس بالمشروب بالشاي. Dessert came up to $14.50. Now right off the top of my head, that's like maybe $7 or something. And keep in mind that was more of a, I'm not gonna say fancy, $14.50. From what I understand, it's probably a little bit more expensive than the average, place you go to. So just keep that in mind. Headed back to the room. يعني هنا وراجع المكان إقامته. قال لك شريت يعني بعض الأمور من محل. قال لك كان يوم طويل. اوكي خاوتي خواتاتي نخلي لكم رابط قناته موجوده في الديسكريبشن بوكس للناس اللي يفهموا الانجليزيه يعني راحوا عنده. وهذه هي خوتي اليوم رانا نشوفوا عدد كبير من السياح يهتموا بالجزائر ومازال لحد الان يعني بعض التعليقات يقول لك اللي بغى يجي للجزائر. خوتي خواتاتي ما تفكروش هكا، فكروا خارج نطاق، لانه احنا في ديننا يعني الهجره يعني تحق لاي واحد يقدر يهاجر ويشوف ويسافر. ممكن انه يجي لبلادك يتعرف على الاسلام بفضل شخص يتعامل معه احسن معامله، ممكن تغير له النظره تاعو الاسلام والمسلمين بفضل هذاك الشخص هذاك ويدخل الاسلام. دونك ما تشوفوش هذاك التخمام خوتي، خموا بطريقه سبق النيه. يقول لك ان بعض الظن اثم في الدين تاعنا، هذه ربي سبحانه يقولها في كلامه في القران. نرجعوا غير لكتابنا والله نتعلموا ونتربوا خوتي، نتربوا. كاين الناس من الله غالب، الله غالب، الله غالب خوتي. ربي يهدينا وصاير ربي يسمح لنا ويغفر لنا. هذه يلا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم. صلوا على النبي خوتي، تلاقوا في فيديو الجاي ان شاء الله. بالك نحكي لكم حكايه الفيديو الجاي. صلوا على النبي. السلام عليكم لي زومي لي فام، بيس خوتي.